ونبدا بقى التحيه بالضجه اللي الناس بتحب تسمعها من الاتنين سلندر الموتوسيكل 400 سي سي. الصوت تحس ان الصوت برضو غليظ. حلم كل الناس ان هي تركب موتوسيكل ريس. في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده الموضوع بيختلف تماما، لان الفلوس هي اللي بتحكمك تشتري موتوسيكل ريس ولا لا. طبعا كلمه ريس تنطبق على الموتوسيكلات الياباني زي الهوندا، الكاوازاكي، السوزوكي، الياماها، الكلام ده كله. ولكن في الوقت ده في شركه قدرت ان هي تنزل لك شبيه للريس، ولكن مش امكانيات الريس، عشان ما نبقاش احنا بنقول للناس حاجه ويتوقعوا حاجه ثانيه. ولكن الشركه دي عملت ميكس كده صغير ان هي قدرت تنزل لك شكل الريس وفي نفس الوقت السي سي بتاعه كويس جدا والتبريد بتاعه ميه. في حاجه بقى عمرو عايز اقول لك عليها، ان الموتوسيكل ده مش واحد كربراتير، الموتوسيكل ده 2 كربراتير عشان يديك اداء اقوى واستجابه اسرع. هيجي واحد صاحبه يقول له طب ما تشتري موتوسيكل هورنت يا عم ب 80000 جنيه 2002. هنا بقى هنيجي نقف للحته دي. تعالوا النهارده نتفرج على موديل من شركه جيدا 400 سي سي، الموتوسيكل اللي ابهر الناس كلهم. يلا بينا نبدا. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات. النهارده احنا بنصور موديل جديد من شركه جيدا. النهارده الموتوسيكل اللي قدامنا ده 400 سي سي. اول حاجه ندي نبذه سريعه كده. شركه جيدا ايه هي شركه صينيه، ولكن الموتوسيكلات بتاعتها هي منزله فئتين، فئه ال 250 سي سي اللي هي السكاي لاين، وفئه الار 3 اللي احنا بنصور عليه النهارده اللي هو 400 سي سي. خلينا في اول كلامنا خالص نتفق ان الموتوسيكلات دي مش موتوسيكلات عمليه للشغل فقط لا غير. الموتوسيكلات دي موتوسيكلات للرفاهيه. حد حابب يشتري موتوسيكل ريس، البادي بتاعه ففكره عشان بس نبقى احنا متكلمين صح، البادي بتاعه شكل الريسنج، الهيئه بتاعته شكل الريسنج، ولكن مش هيديك انطباع الموتوسيكلات الهوندا او مش هيديك انطباع الموتوسيكلات الياباني. ولكن بمعنى اصح ان انا النهارده شاب نفسي اركب موتوسيكل. في الاول وفي الاخر امكانياتي ليها ليميت معين. والله النهارده عشان اركب مثلا موتوسيكل ايا كان هوندا، اركب موتوسيكل ياماها، هدفع النهارده فيما يزيد ال 200000 جنيه. والكلام ده احنا بنتكلمه بتاريخ الوقت بتاع 2023. الاسعار طبعا اتغيرت جدا، لكل حاجه سعرها اتغير، فالاسعار ما بقتش مظبوطه ان انا النهارده معايا 50-60 الف جنيه هركب موتوسيكل ياباني. الموضوع ده خلاص بقى يعدي ال 150 الف جنيه. الشركه منزله موتوسيكل شبيه للريس عشان يبقى الموضوع بسيط جدا. انا عايز اركب موتوسيكل صيني، عايز اركب موتوسيكل تايواني، عايز اركب موتوسيكل شيك في الاول وفي الاخر وبامكانيات الفلوس اللي في قد ايه؟ في قد جيبي. هتلاقي هنا عندنا زي ما انتم شايفين كده الراديتير وحجمه كويس جدا، لان هو في الاول وفي الاخر 400 سي سي. مقتنع تماما ان انا مش بركبك موتوسيكل 150 سي سي 200 سي سي فهتقدر تتعامل مع الاجواء. لا، انا بديك في الاول وفي الاخر تبريد ميه. طبعا هنا هتلاقوا الوش بتاعه. بصوا بقى لو فتحت لكم المنظر ثانيه واحده، بص يا عمرو، شايف بقى عاملين لك الوش ازاي؟ تحس ان الموتوسيكل شبيه، مش هنقول لك اللي هو شبيه للموتوسيكلات الار اللي هي ال 600. البوز طبعا بتاعه حاطط لك لينسات وحاطط لك ليد من جوه، حاسس ان هو الوش بتاعه زي حاجه شرسه كده. وهنا عاملين لك لمبه كده وعاملين لك بقى توب ومرايات شكلها شيك جدا وسكرينه، محسسك فعلا احساس الموتوسيكل الريس. بيطلع 38 هورس باور. والحاجه اللي ممكن تكون كمان مميزه عن الموتوسيكلات اللي بتبقى نازله في السوق ان الموتوسيكل ده 2 سلندر. اكتر الناس اللي بتركب موتوسيكلات، كل الموتوسيكلات عموما اللي في السوق بيقول لك 1 سلندر وبيكبروا البستم شويه. لا، الموتوسيكل ده 2 سلندر ودي حاجه كويسه جدا. 4 اسباب تبريد ميه، فدي حاجه بتدي برده اكسلريشن قوه للموتوسيكل اللي انت راكبه. انا اعرف ناس راكبين الموتوسيكل جايبين بيه توب سبيد 170. سعه التخزين التانك 18 لتر. هنا عندنا شكل العداد، عاملين لك هنا جزء بتاعه ديجيتال وحطيت لك هنا البنزين، وهنا طبعا الكيلوات هو ماشي صفر، والساعه، وهنا حاطط لك الار بي ام، وعندنا هنا حاطط لك الايه الان دي يعني المور. طيب لو انا جبت الاول هنا هتلاقي بانت في الشفتات اهي. بص يا عمرو، هيقول لك جير 1. هنيجي هنا هنلاقي ان معانا لحد النقله السادسه، يعني الموتوسيكل ده 6 نقلات يا جماعه غير المور يعني 7. هنا بقى هنيجي هنلاقي تقسيمه الفبر، حاطين لك جنب كامل وفي هنا اشاره ليد. هنا الموتور طبعا مكتوب عليه العلامه بتاعت الموتور، يعني مكتوب عليها جيدا. طبعا الموتور كله اسود، موتوسيكل طبعا 2 سلندر. هنا هنلاقي الشاسيه زي ما انتم شايفين كده مواسير. وهنا الاهم في كل ده ان هم عاملين لك بالظبط شبيه الريسنج المساعد الوسطي، مساعد واحد وسطي. وهتلاقي هنا اهو شايفين المساعد مع المقص جاي فيه تطويله. شايفين؟ بص يا عمرو، شايف شايف الحديده دي بتبقى دايما موجوده في الموتوسيكلات الياباني. طبعا هنا منزلين لك بقى الموتوسيكل بجاكمان واحد مش بجاكمانين بس، مطلعين له 2 روح. تحس ان بجد الجاكمان بتاعه فخم. بص شبه الزد 1000 شويه.
هات كده. شايفين فردة الزد 1000 عامله ازاي؟ نفس الستايل بتاعه. هم مقيمين لك قوي الموتوسيكل. طيب هنا هنيجي عن الفرامل اللي قدام. طبعا هم عاملين لك 2 ماستر فرامل و2 اسطوانه، ادي واحد هنا واحد الجنب ده. الفرده اللي قدام 110، الجنط بتاعها جنط 17. الفرامل طبعا بتاعته باكن مش اي بي اس. هنيجي هنا نرجع للدواسات، هتحس برضو ان هي بتاعت الياباني، نفس الستايل بتاعها بالظبط. هنا على تقسيمه الديل عاملين لك برضو الكرسيين سبور، بحيث ان اللي راكب قدام يبقى غير اللي قاعد ورا، اللي ورا اعلى. هم محسنك جدا كأن انت قاعد في قعده الموتوسيكل الريسنج. طبعا هنا الشكل الخلفي فانوس عادي ما فيهوش اي ابتكار، مع الديله بتاعته مع حامل النمر. الفرده الخلفيه طبعا هي 150، جنط برضو 17. هنا برضو ماستر فرامل خلفي ورا. في حاجه بقى عمرو عايز اقول لك عليها، ان الموتوسيكل ده مش واحد كربراتير، الموتوسيكل ده 2 كربراتير. ليه 2 كربراتير؟ عشان يديك اداء اقوى واستجابه اسرع. الموتوسيكل ده طبعا لو نزل انجكشن كان هيبقى خطير. انا بصوا يا جماعه شايفين قعدتي عامله ازاي على الموتوسيكل. هنا طبعا المرايات، بص شايف النور عاملين لك فلاشر عشان الناس ما يختلطش عليها الامر ويقول لك انت النهارده بتورينا موديلات من الموتوسيكلات وهندفع فيها رقم وقدر. سعر الموتوسيكل ده في التوكيل عموما، هو التوكيل موجود بينزل لموزعين شغل، سعره النهارده في وقت رفع الفيديو 89,000 جنيه. هنيجي بقى سؤال مهم جدا عمرو، الناس هتقول لك يا اسامه هل انت شايف ان انا ادفع 89,000 جنيه النهارده في موتوسيكل في الاول وفي الاخر صيني؟ والله هقول لك ان كل الناس مرتبطه بالاسعار اللي ماشيه في السوق، فانت هتلاقي ان كل الاسعار او السكوتر في نفس الرينج، ولكن خلينا متفقين ان انت في الاول وفي الاخر اخترت تركب براند صيني، مش هتركب موتوسيكل ياباني. يعني انت لو بتفكر ان انت هتاخد نوعيه الياباني، فانا هقول لك في الاول وفي الاخر لا، بس هتاخد حاجه شكل جميل. وانا لما باجي اتكلم مثلا مع حد مثلا ببدرين انا مثلا بعت منه قبل كده، فبقول له مثلا ايه انت عايز تشتريه ليه؟ يقول لي والله اكتر حاجه شدتني فيه الشكل بتاعه، انا مثلا نفسي اشتري موتوسيكل ريس، ولكن امكانياتي دلوقتي ما تسمحش ان انا اشتري موتوسيكل ياباني. هيجي واحد صاحبي يقول له طب ما تشتري موتوسيكل هورنت يا عم ب 80,000 جنيه 2002. هنا بقى هنيجي نقف للحته دي. في الاول وفي الاخر ده اختيارك انت بتختاره. انا ما عليا ان انا بعرض لك منتج في السوق نازل، شركه مقدمه منتج ايا كان. احنا ممكن نصحى الصبح نلاقي توكيل نزل في السوق المصري بيعرض منتجاته، وفي الاول وفي الاخر هو ليه منافسين. بس تعالى نتكلم بشكل مختلف، انا مش بقنعك بمنتج، بل بالعكس انا بديك رؤيه عن السوق. هتيجي مثلا النهارده موتوسيكل زي ده النهارده هيتغير له زيت لا يقل عن 600 جنيه مثلا، موتوسيكل الياباني لا يقل عن 1500 جنيه، يبقى كده الضعف. هناك مثلا هنجيب التيل لا يقل عن 300 جنيه، هنا هتلاقي التيل ب 120 جنيه. انا بديك تفسير للموضوع. في الاول في الاخر انت ليك حريه الراي ان انت تركب موتوسيكل ياباني قديم او تركب موتوسيكل جديد، ودي نقطه دايما كنا بنقف عندها. زي ما الناس كنت بنزل فيديوهات للزونتس، الناس تقول لك هركب زونتس ب 100,000 جنيه، ما انا اروح اشتري ياباني. براحتك، انت عايز تشتري ياباني اشتري ياباني، وتشتري موتوسيكل 2002 مثلا 2003 بقاله 20 سنه ماشي على الارض، دي حاجه بتاعتك. في واحد يقول لك لا انا اركب حاجه نيو، انا عايز انا اول واحد ابقى مدور الموتوسيكل، انا عايز اول واحد. ليه؟ لان انا استخدامي خفيف، انا استخدامي في الاول في الاخر بسيط. احنا كل الحاجه اللي بنشتريها او شغالين فيها معظمها من الصين، ولكن بتبقى كواليتي ودرجات. الموتوسيكل ده اللي يقدر يركبه من سن فئه ال 21 سنه لحد ال 35 سنه. ليه؟ لان الموتوسيكل ده عموما يا جماعه سبور، يعني شبابي، عايز ناس بتستارت. وفي حاجه كمان جميله عمرو قالها، ان الموتوسيكل ده ممكن الناس اللي بتاخد خطوه ان انا اركب موتوسيكلات ياباني، بدل ما انا ادخل على موتوسيكل واركب موتوسيكل مثلا ب 300 400 الف جنيه، انا ممكن ستارت ان انا اركب حاجه واعود نفسي عليها، وفي الاول وفي الاخر شكل وكل حاجه، وبعد كده هبيعه واشتري الموتوسيكل الثاني اللي هو الياباني. بس بقى عمرو نستني حاجه بقى لي كتير ما قلتهالكوش، اهم حاجه اللايك السبسكرايب عشان دايما نفضل في دعمكم. احنا النهارده داخلين في 100 حاجه و30 الف، طبعا فرقنا على ال 100,000 بحاجه و30 الف، وكل ده بدعمكم انتم، ودايما انتم في ظهرنا. ويلا معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات.